السلام عليكم، مرحبا بكم في كويزين ام جليل. اليوم راح نديرو شخشوخة الطفر، وهو طبق تقليدي شرقي في شرق الجزائر. فوالا هنا كيما راكم تشوفوا عندي الشخشوخة رشيتها بشويه تاع الزيت، وراني ندهن فيها باش ندخلوا لها مليح هذيك الزيت في الحبات تاع الشخشوخة، ومن بعد نرشوها بشويه ماء ونحطوها دو كوتي تشرب هذاك الماء. نروحوا للخضر تاعنا. عندي هنايا هاي لكم الشخشوخه اللي استعملتها. عندي دجاجه، عندي زوج حبات كورجيت، زوج حبات زروديه، زوج حبات بصل، زوج حبات طماطم. نقطعوهم اون بتي دي، طوماطيش والبصل، نديرو مغرفه ملح، مغرفه راس الحانوت، مغرفه كركم، مغرفه فلفل اسود، مغرفه قرفه، ومغرف تاع زنجبيل، وعندنا مغرفه كبيره تاع طماطم. نرحيو كلش. وعندنا في القدره تاعنا درنا فيها مغرفه تاع مارغارين ومغرفه تاع الزيت، ونمارينيو مليح هذيك الدجاجه تاعنا ونرموها تتقلب مليح في هذيك لا ماريناد مع الزيت ولا مارغارين. فوالا ومره على مره نقلبوها. نروحو دوك للشخشوخه تاعنا هنا بعد ما شربت هذاك الماء. فوالا شوفوا كيفاش راني نحل فيها، جات على حبه. هنايا بعد ما تقلات لنا الدجاجه نمرقوا ونديروا هذيك الشخشوخه تاعنا نديروها تفور فوق هذيك الدجاجه. فوالا بعد ما فارت لنا الخطه الاولى نحطوها في جفنه، نديروا لها مغرفه تاع الملح وما تكتروش الملح، نديروا مغرفه تاع الملح ونرشوها بالماء ونزيدوا نخلوها تريح شويه حتى تشرب هذاك الماء. فوالا بعد ما شربت هذاك الماء نعاودوا نرجعوها للكسكاس ونديروها تفور. وهنايا ما نزيدوش نعاودوا نحوها من الكسكاس، كل مره نرشوها كل مره حتى نشوفوها طابت، حتى نعرفوا الحبه كبرت وتمسوها طريه تعرفوها بلي طابت. نعاودوا نحطوها في الجفنه. هنا بعد ما طابت لنا ندير لها مغرفه مارغرين ندهنوها، ونروحوا للقدر تاعنا نصفوا نحو هذيك الدجاجه ونديروا الخضر تاعنا. وعندنا هنا في مقله درت مغرفه تاع مارغرين شويه تاع الزيت ونحمروا فيها هذيك الدجاجه. واللي حبت ديرها في الفوغ ديرها في الفوغ. هنا ندهن الشخشوخه تاعي. وفي مقله واحده اخرى صفينا المرقه هذيك اللي طابت فيها الدجاجه ونعاودوا نشربوا فيها هذيك الشخشوخه. فوالا هذه هي الشخشوخه تاعنا كيما راكم تشوفوا. بعد ما شربناها في هذيك المرق شبحناها بشويه حبيبات بيض مغليين، وعندنا هنايا شويه قزبر وشويه وراس فلفل حار والبصل قطعناهم رقيق ونرموهم كرشه من الفوق تعطي لها بنه على بنه. هذه هي. واللي حبت الوصفه كامله تدخل اليوتيوب كويزين ام جليل تلقى الوصفه كامله. سلام.